السلام عليكم شباب. اليوم جبنا لكم فيديو جديد من قناة مصطفى جيمنج، واليوم يا شباب جبنا لكم فيديو جديد بخصوص لعبة زوبا. واليوم يا شباب راح نشرح لكم عن التحليلات اللي قلنا لكم عليها في الفيديو القادم. راح نشرح لكم عن بعض التحليلات انه في شخصية جديدة راح تنزل في لعبة زوبا يا شباب. زي ما قلت لكم راح انزل لكم فيديو مدته ما تزيدش عن 10 دقائق يا شباب. فيا شباب دعمكم معنا في القناة عشان نستمر وننزل لكم كل ما هو جديد من قناة مصطفى جيمنج يا شباب. واليوم زي ما احنا عارفين، زي ما شايفين قدامنا يا شباب، انه لعبة زوبا بقت تهتم وتعمل تعاقدات يا شباب مع الشركات. وايه بيتحمسنا مثلا كل 10 ايام ولا كل 11 يوم بتنزل شخصية جديدة من المود يا شباب، من مود كوفو باندا. نتمنى انه من شركة زوبا تستمر على الوضع ده وتعمل تعاقدات وتنزل اشياء جديدة، حتى لو من غير تعاقدات يا شباب. اللعبة تطور من نفسها وتعمل مودات وتغير من شكل الخريطة. نتمنى انه نشوف ده كله في المستقبل من لعبة زوبا. ويا شباب لعبة زوبا يعني مش معتمدة على اللعبة دي، فيها كذا لعبة تانية وكده، فيعني تركيزها كله مش على لعبة زوبا. تمام، فهم بيحاولوا على قد ما يقدروا بيركزوا على لعبة زوبا اللي هي بتشتغل بالإنترنت. تمام، وهو يعتبر اهتمامهم كله عن لعبة زوبا. تمام، فيا شباب لعبة زوبا نتمنى ان تستمر على الحال ديتي. ويلا يا شباب نبتدي مع بعض في المقطع ونستعرض معاكم التحليلات اللي قلنا لكم عليها في الفيديو اللي فات. ويلا يا شباب من غير ما نطول عليكم في الكلام نبتدي بالفيديو. وزي ما انتم شايفين يا شباب، لو جينا دخلنا على متجر جوجل بلاي وكتبنا زوبا يا شباب مع التعاقد، طبعا حاطين شخصية كوفو باندا عشان التعاقد. تمام، الشخصية بعد ما يخلص خلاص التعاقد راح ترجع شخصية نيكس. تمام، لأنه هي الشخصية الرئيسية للعبة زوبا وهي الواجهة، واجهة لعبة زوبا وكده يا شباب. فاحتمال كبير الخلفية دي هتتغير، وهتتغير طبعا عشان التعاقد. تمام، ولو جينا يا شباب نزلنا تحت في القوائم، تمام، او العروض او الصور زي ما احنا شايفين يا شباب، لو جينا دخلنا على الصور راح نلاقي الشخصية دي يا شباب. الشخصية دي ما نزلتش. تمام، عندك شخصية الباندا والشخصية دي يا شباب نزلوهم في الصور ونزلوا، فاضلة الشخصية دي يا شباب. الشخصية دي ما نزلتش، ومن الواضح يا شباب ان الشخصية بتستخدم شوت جان السهم وتستخدم قنبلة. فبداية مبشرة للشخصية دي، ونتمنى ان الشخصية تنزل مجانية ما تنزلش بفلوس. ان شاء الله يا شباب الشخصية ما تنزل ايه ما تنزلش بفلوس، تنزل بطريقة مجانية. تمام، واحتمال كبير يا شباب الشخصية تنزل مجانية للاعبين كلهم. ليش؟ لانه دي نهاية مود كوفو باندا للعبة، فاحتمال اللعبة تفاجئنا وننزل الشخصية دي مجانية في يوم 25 أو 26. هي على العموم الشخصية دي هتنزل قبل يوم 31 أو 30. ليش؟ لأنه المود راح يخلص خلاص يوم 31 يا شباب. فاللعبة خلاص كده هتودع مود كوفو باندا، ونتمنى يا شباب إنه اللعبة ما تثبتش على كده وتشوف أي تعاقدات مع شركات تانية عشان اللعبة أسطورية، ونتمنى ان اللعبة ما نخسرها يا شباب. فاللعبة لو فضلت على الحال ديتي اللعبة راح يفضل جمهورها ودعمها مع، وهي اللعبة حاليا الوحيدة اللي ثابتة في الألعاب القتال الاستراتيجية. فنتمنى انه من لعبة زوبا ما تسكتش على كده يا شباب، وتفضل بعد المود ديتي زي الاول، يعني تنزل التحديث عشان الشخصية الجديدة وفقط. نتمنى انه اللعبة تعمل تعاقدات مع الشركات يا شباب وتنزل اشياء مجانية زي كده على طول، لانه التعاقد بيفيد اللاعب وبيفيد الشركة. يعني انت اول ما بتنزل حاجات جديدة او مودات اللاعب بيتحمس عشان يجرب المود الجديد، ومنها بيكمل معاك عشان يلعب في اللعبة أكتر ويوصل المستوى لأنه يحصل الشخصية الجديدة. فنتمنى أنه اللعبة تستمر على الحال ديتي وتطور من نفسها أكتر وأكتر عشان اللاعبين ما يملوش من اللعبة زي الأول ويسيبوها. يعني أغلبية اليوتيوبر واللاعبين اللي سابوا اللعبة إنها كانت بتعمل الطريقة دي، بتنزل التحديث عشان الشخصية الجديدة وفقط.
فيا زوبا نتمنى انكم تستمرون في اللعبة وتطويرها اكتر واكتر. فلو انت لسه لحد الان بتشاهد المقطع يا صديقي، ايش منتظر؟ اضغط لايك، فعل زر الجرس ليوصلكم كل ما جديد من قناة مصطفى جيمنج، ومع السلامة.